عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ أنا النهاردة جايب لكم حاجة جميلة جدا. أنت المفروض قبل ما تروح تشتري أي ريسيفر عايزك أنت تعرف المواصفات بتاعة الريسيفر ايه، يعني ما تروحش تشتري الريسيفر وخلاص. ده ريسيفر طبعا حاجة محترمة جدا، انتوا عارفينه تورمان. شركة التورمان دي من أحسن التورمانات، من أحسن الشركات اللي موجودة في مصر من أيام ما كان التورمان الكبير اللي هو الريسيفر العادي. فمنزلين منه الريسيفر اللي هو الاتش دي ده بيدعم فيه كذا خاصيه، فيه حاجه محترمه. وده بورده كبيره، بورده داكي. بص انت لما تيجي تشتري ريسيفر هات فيه حاجات، يعني مثلا انت عندك فيه اي كاست. الاي كاست ده انت لو انت الشاشه بتاعتك ما بتعرضش، ما هياش سمارت وما بتعرضش على الموبايل، فالريسيفر ده بيغنيك عن الحاجه اللي هي بتاعت الشاشه، بيلغي الشاشه خالص. بتعرض من عن طريق التليفون، عن طريق البرنامج بتاع الاي كاست، ويعرض لك اي حاجه على الموبايل على الشاشه. تعالى برضه هي بيعرض عندك ال 4K، يعني هو الجوده بتاعته كويسه. لو جبت قناه ال HD تلاقي جوده الريزوليشن بتاعت الصوره كويسه جدا. وبرضه عندك اليوتيوب. والجهاز ده كويس جدا، حتى في العدسه بتاعته متوفره في اي مكان. يعني يوم ما الريموت او العدسه الرقميه بتاعته تنكسر هتلاقيها موجوده عند اي حد. يعني حتى قطع غياره الداخليه الايسيهات بتاعته موجوده عند اي صنايعي. انما ما تروحش تشتري حاجه مجهوله المصدر، ما شغل من تحت السلم يعني. تعالى كده بالكاميرا اوري لك الريسيفر. بص الريسيفر عامل ازاي. الريسيفر حاجه محترمه، بورده كبيره، عندك 2 USB، عندك مدخل للسوفت وير، عندك هنا طبعا مدخل ال HD والعدسه الرقميه، وعندك مدخل لو هتشغله على التلفزيون العادي يشتغل معاك عادي. وطبعا ده مدخل الدش، وده الكهرباء بتاعه، مدخل الادابتور. ده طبعا المشتملات بتاعته. بيجي معاه ريموت والحجر والادابتور 2 امبير، حاجه محترمه برضو. لو بصيت عليها هتلاقي مكتوب 12 فولت 2 امبير. وبيجي معاه وصلة الاتش دي والعدسه الرقميه. فانت لما تيجي تشتري حاول تشتري من واحد فاهم في المجال بتاعنا اللي هو مجال الدش. ما تروحش تشتري مثلا من حد بتاع ادوات منزليه، هو اصلا بينزل بضاعه وخلاص، بينزل ويركن. هو ما يعرفش الريسيفر ده ايه، ولا بيعرف الامكانيات بتاعته، ولا الايسيهات، ولا الشغل اللي هو موجود، الدعم بتاعه بعد كده. ما انت ما تروحش ممكن تشتري ريسيفر ب 300 جنيه او ب 280 جنيه او ب 250. طب تعالى بعد كده بقى مش هيكمل معاك شهرين ثلاثه ويتحرق. او مثلا لو قعد معاك سنه هتلاقي بعد كده ملوش دعم، ملوش تحديث، ملوش ريموت، ملوش عدسه، وبعد كده هترميه في الزباله. انما انت ليه انت تعمل كده؟ طب ما تروح تشتري حاجه محترمه زي كده، زي شركه التورمان دي. وكلنا عارفين شركه تورمان من زمان بتعمل حاجه محترمه. فانت لما تيجي تشتري حاجه روح اشتري من واحد بيصلح، واحد فاتح معرض او فاتح محل وعنده صيانه. هو هيفيدك اكتر. ولو انت محتاج اي حاجه ابعت لي على الكومنتات وانا هرد على اي حد. السلام عليكم ورحمه الله.